الفنان حسام سيلاوي تركته والدته رضيعا وانفصل عن زوجته وأسرار لا تعرفونها عنه. يعيش الفنان الأردني حسام السيلاوي فترة هي الأصعب في مسيرته، فقد تداخلت الأزمات الشخصية والقانونية، فبين إعلان انفصاله المفاجئ وأزمة تصريحاته الدينية، وصولا إلى كشف والده عن خضوعه لبرنامج علاج نفسي، تصدر اسم السيلاوي منصات التواصل الاجتماعي وسط حالة من الذهول بين معجبيه. في خطوة لافتة، نشر حسام السيلاوي لأول مرة مقطع فيديو لابنته عبر خاصية الستوري على انستغرام، أرفقه برسالة مؤثرة تعكس حجم معاناته، قائلا: والله يا بنتي، وحياة كل من حرمني من شوفتك وافترى علي ظلما، إن الحق لا يضيع، بابا بحبك يا روح قلبه. يأتي هذا الفيديو في خضم أزمة طلاقه من زوجته ساندرا، وهي الخطوة التي صدمت الجمهور، خاصة أن زواجهما لم يستمر سوى أشهر قليلة. الفنان حسام السيلاوي أكد انتهاء العلاقة رسميا، موضحا: لقد تعرضنا في الفترة الأخيرة لضغوط ومشاكل كثيرة واضطررنا للانفصال للأسف. وتابع قائلا: لكن بيننا عائلة ولن أتخلى عنها، مؤكدا احترامه الكامل لطليقته وتمنياته لها بالخير. ولد حسام سيلاوي عام 2001 واسمه الحقيقي حسام زياد حسين، ينحدر من أصول فلسطينية ولكنه يقيم في مدينة عمان بالأردن. قبل دخوله عالم الغناء كان يعمل في تجارة الفحم الخاصة بعائلته، ومنذ طفولته عاش سيلاوي تجربة قاسية بعد مغادرة والدته له وهو رضيع. اعتمد على الكتابة منذ سنواته الأولى كوسيلة للتنفيس عن مشاعره، مؤكدا أن الموسيقى كانت دائما طريقته الوحيدة للتعبير عن الألم والخذلان والاضطرابات النفسية التي عاشها. بدأ تسجيل أغانيه بشكل احترافي خلال فترة الإغلاق التي فرضتها جائحة كورونا، واستغل العزلة في كتابة وتلحين أعماله الأولى التي حملت طابعا شخصيا جريئا. تعاون في بدايته مع الفنان الفلسطيني الإكس آي في 64، وتمكن سيلاوي من لفت الأنظار سريعا بصوته العاطفي وكلماته الصادقة، وحقق انتشارا واسعا من خلال أغنيات مثل لما تكوني وعشانك وملكي وشادوز، التي صنعت له قاعدة جماهيرية كبيرة. كشف سيلاوي أن جميع أغانيه تقريبا، والتي تجاوزت 120 أغنية حاليا، مستوحى من تجاربه الشخصية وحياته الخاصة، مؤكدا أنه لا يغني إلا ما عاشه بالفعل. وكتب سيلاوي أغنية ليش تروحي لوالدته، والتي أثارت تعاطفا واسعا بسبب جرأتها وصدق مشاعرها، وذلك قبل أن يقرر حذفها لاحقا من يوتيوب حتى لا ينظر إليه الجمهور بعين الشفقة. وكان قد أكد سيلاوي أن كل أغنية حملت عتابا أو مشاعر حب في مسيرته الغنائية كانت موجهة إلى والدته، مشددا على أنه ظل يحتفظ لها بالمحبة رغم كل ما مر به بسببها. قدم حسام سيلاوي أغنية يابا لوالده قبل أن يقوم لاحقا بحذفها أيضا من قناته. وصرح سيلاوي بأن والده لم يكن يعلم في البداية بأنه يغني، إلى أن استمع إلى الأغنية قبل أن يتحول لاحقا إلى أحد أبرز داعميه ويصبح شريكا له في اختيار بعض أعماله الغنائية. وكان قد اعترف سيلاوي بأنه فكر في الاعتزال مبكرا بسبب ضغوط النفسية المصاحبة لطرح أعماله الغنائية، مما دفعه إلى تسجيل أغنية وداع.
وشكل أول حفل جماهيري له نقطة تحول حاسمة بعدما نفذت التذاكر خلال 3 أيام فقط، مؤكدا بأنه عندما صعد إلى المسرح ورأى تفاعل الجمهور وبكاء بعض الحاضرين تراجع تماما عن فكرة الاعتزال. في عام 2021 فوجئ بدعوى قضائية رفعتها والدته ضده للمطالبة بتعويض، ولكنه تمكن من كسب القضية. في يناير عام 2025 ظهرت زوجته ساندرا إلى جانبه في كليب علمني أعيش، لتبدأ حينها ملامح علاقتهما العاطفية في الظهور أمام الجمهور قبل إعلان ارتباطهما رسميا بعد فترة قصيرة. توجت العلاقة بالزواج في فبراير 2025 وسط أجواء رومانسية في جبال لبنان المغطاة بالثلوج، لكن الزواج لم يستمر طويلا، إذ أعلن في نهاية أبريل 2026 انفصاله الرسمي عنها. في إبريل عام 2026 طرح سيلاوي أحدث أغانيه نصابة التي تصدرت الترند وحققت أكثر من 5 ملايين مشاهدة خلال وقت قصير على اليوتيوب. كما سجلت مسيرته المهنية محطات تعاون فنية هامة، كان أبرزها أغنية العيون السود التي قدمها مع الفنان مالك وأغنية هدنة. بالإضافة إلى تعاونه مع بيج سام في أغنية أنثى عام 2023، والتي اعتبرت قفزة نوعية في مشواره الفني.